الجماهير الشعبية. وفي البداية نصيحة للمسؤولين الأمنيين بين قوسين. أعتقد أنه ليس في حوزتنا ولا في أيدينا لا خناجر ولا حجارة ولا عيسي. في المقابل أنتم تحملون العيسي والكاسكات، ما لست أدري، متأهبين للتدخل القمعي. فالقمع لا يزيد الجماهير الشعبية إلا غضبا، لا يزيدهم إلا إصرارا على تحقيق مجموعة من المطالب المشروعة. فأنتم كذلك لديكم إخوانكم ولديكم أبناؤكم، أكيد أنهم يتضررون من السياسات العمومية الممنهجة في البلاد، خاصة في ظل حكومة عبد الإله بن كيران. إذن أنا كمعتقل سياسي طبعا هذا حق مشروع، حق معنوي، لأنني لم أسرق ولم أعتدي على أحد ولم نقطع الطريق. فقطع الطريق حتى ولم أنني مبدئيا لست مع قطع الطرق، لكن خاصة خارج المدار الحضري. لكن إذا كانت من تنادي يعني لا حياة لمن تنادي، فأكيد أنه الحركة الاحتجاجية ستصعد في أشكالها من أجل يعني حث المسؤولين على الانصياع لمطالب الساكنة. قدمت ضريبة إسوة برفاق الآخرين القابعين في السجن والمغادرين منه. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. البلاد، فالسجن في بلادنا مكان فظيع تذبح فيه الكرامة الإنسانية بشكل يومي، مع سحق كل تطلع إليها. رغم فظاعة السجن ورغم المعاناة والعذاب بين مربع الجدران، رغم حرماننا من الحرية، فتبقى ضريبة متواضعة جدا بالمقارنة مع تضحيات الشهداء. إذن تحية عالية، بل نزف بملايين تحايا المجد والخلود لكل شهداء الشعب المغربي عبر التاريخ. أحييكم مجددا وشكرا.